السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في قناة إبداع الست المصرية. يا ريت لو مشتركتش معايا في قناة اشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. يا ريت لايك للفيديو لو عجبك، وتعالي يلا معانا. عندنا كلنا في بيوتنا عندنا ازايز البيبسي الفاضية، مش هنرميها تاني بعد كده. عملنا منها أفكار جميلة كتير، ودي فكرة برضو من الأفكار جميلة جدا، وازاي نخلي مطبخنا شكله شيك وحلو من المخلفات. اول حاجه اعملها اجيب معايا عدد الازايز اللي انا عايزاه. على قد ما انا ما هحتاج هجيب. اول حاجه هجيب اول ازازه، وهبتدي ان انا اقص الازازه من فوق، وابتدي امشي على الزجزاج اللي موجود في البلاستيك نفسه، يعني او في الازازه نفسها. في رسمه زجزاج كده ماشيه على الازازه، هنمشي بيها بالمقص ونعملها زي ما انتم شايفين. مش عارفة هي واضحة لكم كده ولا لأ، بس هي زي ما انت شايفة كده. تاني حاجة الإزازة التانية هقصها من تحت زي ما انت شايفة، وهبتدي برضو امشي على الزجزاج اللي من تحت عشان تبقى نفس الشكل اللي فوق هو نفس الشكل اللي تحت. زي ما قلتلك عدد الازايز انت اللي بتختاريه، يعني انت عايزة تعملي من نفس الفكرة اللي احنا هنعملها واحدة اتنين تلاتة خمسة، العدد اللي انت عايزاها تعمليه. احنا هنعمل دي تبقى الغطا بتاعت دي زي ما انت شايفة كده. هجيب الازازتين التانيين كمان وهقصهم معاكي عشان برضو تبقي واخدة بالك احنا عملنا ايه. اول واحدة هنقصها زي ما احنا عايزين، هي واحدة من تحت وواحدة هنقصها من فوق، واهم حاجة ان احنا نمشي على الزجزاج بتاعها مظبوط، علشان خاطر ما يبقاش في حاجات تبقى طالعة منها تعور، وكمان تطلع معانا الرسمة بتاعتنا مظبوطة وشكلها حلو. كده انا عملت اتنين ورجعت عملت بقى تلاتة من ورا الكاميرا. انا كنت عايزة اعمل خمسة، انت عايزة تعملي اتنين، عايزة تعملي تلاتة اربعة. بصي عدد الازايز اللي عندك، انا قعدت احوش في الازايز دي لحد ما بقوا 10 ازايز عملت بيهم الفكرة بتاعتنا. اول حاجة هجيب الازازة الكبيرة الطويلة ديت، الزجزاج اللي تحت دوت همشي عليه باللزق ده. اللزق ده بنجيبه من عند الموان، هو وبقية الخامات اللي احنا بنستعملها، علشان بتسأل على الحاجات دي كتير جدا. بصي زي ما انت شفتي كده، بصي مشيت سهل جدا ومشيت عليهم كلهم باللزق زي بعض وبنفس المكان ومن نفس المكان بالظبط. جبت معايا هنا ده لاكيه ابيض ساده خالص. طبعا الازازه دي انا استعملتها معاكم كذا مره قبل كده، وفاضل فيها شويه هنستعملها لسه وهيفضل منها كمان. ودي كمان الوان مركزات بتتباع برضو عند الموان، وده ازازة تينر او النفط، يعني اللي موجود عندك ممكن تستعمليه. اهم حاجة بس تبقى مادة نخفف بيها اللاكيه، ونقدر ان هي تنشف اللاكيه بسرعة وتخليه احسن بكتير. هبتدي هنا اخد شوية لاكيه معايا. بصي وفضل معايا كمان لاكيه في العلبة، تعمل فكرة كمان جميلة. نقدر اخر فكرة نعملها بقى بالنص كيلو دوت، جايبينه بقالنا كتير جدا. بعد ما حطيت اللاكيه هبتدي ان انا اديله لون. طبعا اللون اللي انت عايزاه هتستعمليه. انا حبيت اعمل اللون اللي هو المنت او البستاج او الفستقي، اللي هما اللون ده يعني. انا حبيت ان انا اعمله، فجبت اللون الاخضر وابتديت احط شوية صغيرة بشوية صغيرة لحد ما اداني درجة اللون اللي انا محتاجاها. وخلي بالك لما بينشف بيغمق شوية عن الدرجة اللي انت عاملاها. وحطينا كمان حبة تنر صغيرين وقلبناها علشان يساعد اللاكيه ان هو ينشف بسرعة. وابتديت كمان ادهن معاكو الغطيان. انا هدهن الغطيان بتاعتي وهدهن القاعدة بتاعة المنظم معايا من تحت. هنعمل احلى منظم تركي تحفة جدا بطريقة سهلة خالص ومش مكلف، وهيعجبك جدا وهيبقى حاجة كده تغيير، وهنقدر ان احنا نسعد نفسنا. حتى لو احنا في المطبخ كده نبقى سعداء كده وروحنا حلوة كده. كده خلصت بقى الغطيان معاكم، وهبتدي ان انا ادهن العلبة المنظم بتاعي بقى من فوق. اخلي بالي المنظم من فوق ما يتبهدلش،
يعني ما يجيش عليه اي طرطشة لون. طيب لو انا بشتغل وجه عليه مثلا نقط لون، او ايدي مثلا كانت متعصبة بعملته، او ايا كان السبب، هنبتدي ان احنا نجيب حتة قطنة او منديل وبالتنر، ونبتدي ان احنا نمشي عليها كده، هتطلع معانا على طول. اهم حاجة ان هي تنشف معانا، تبقى الحتة دي نضيفة معايا وتنشف معايا كويس. كده انا خلصتهم معاكم اهوت. وهبتدي اسيبهم ينشفوا، ودولت بعد ما نشفوا خالص كده، بعد ما نشفت هجيب شوية لاكيه ابيض صغيرين، بصي في غطا الازازة بتاعت البيبس عادي جدا، وجبت ودانة من بتاعة الودان اللي بننضف بيها ودنا، واحدة نضيفة كده، وابتديت ان انا انقط بيها المنظم بتاعي علشان نخليه زي التركي والحاجات التركي بالظبط، مش هتفرق عنها اي حاجة. كده وبالنقطة اهوت، هنقط الاول الغطيان معايا، وابتدي بعد كده انقط العلب. طيب بعد ما بننقطهم ونسيبهم ينشفوا خالص، اهم حاجة قبل ما استعملهم في منتجات للاكل او للشرب، عشان برضو اتسألت في ده كتير، قبل ما استعملهم لازم اسيبهم ينشفوا يومين 3 كده في الشمس. ريحتهم هتروح خالص، مش هيبقى فيه اي ريحة، عشان ما حدش يجي يقول لي انت ازاي عملتيهم كده وحطيتي فيهم اكل واستعملتيهم في الحاجات اللي انت هتاكلي بيها يعني، او الحاجات اللي انت هتاكليها. لازم تسيبيها يومين او 3 في الشمس ينشفوا خالص، لحد ما الريحة تروح تماما. ماشي. هتلاقيها مفيش اي روايح خالص. لازم تسيبيها يومين او 3 في الشمس، يعني تخليها كده البلكونة او في اي حتة عندك فيها شمس، وتحطيهم تسيبيهم ينشفوا خالص خالص لحد ما الريحة ما تروح. انا اكدت كذا مرة اهو يا جماعة، عشان ما حدش يجي يقول لي ده الحاجات ليها ريحة وبهدلت الاكل وعملت. هنسيبهم برضو دلوقتي بقى اهو ينشفوا اخر حاجة خالص، عشان نبتدي ان احنا اقولك نستعملهم ازاي. جيت هنا بقى بعد ما نشفوا خالص، شلت اللزق معايا. بصي هم اصلا كده شكلهم تحفة، يعني بعد ما شلت اللزق بس كده شكلهم الاتنين جميل جدا مع بعض، وشكلهم تحفة بصراحة. هنشيل بس الاول اللزق وهقولك هنعمل ايه تاني. شوفي انا بشيل قدامك اللزق عشان تعرفي ان اللزق شيله سهل جدا، وكمان حدد معايا الشكل اللي انا محتاجاه بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بصي الغطيان بتمسك معايا كويس، يعني مش منظم مثلا لو ميل كده هيقع ويوقع اللي فيه، لأ، هو المنظم قوي وجميل وشكله حلو جدا. طيب انا عايزة اسيبه كده تمام، لكن انا بصراحة مش بحب ان انا بحب ازوق حاجتي كده وادلعها علشان تبقى شكلها جميل. فعندي الاسترس دوت لقيته جميل، وبصراحة لونه كمان اسود كده في سيلفر، شكله جميل، هينطق مع الفكرة بتاعتنا. طيب هلزقه فين؟ هلزقه مع الزجزاج اللي احنا عاملينه من تحت، واللي احنا عاملينه في الغطا من فوق. اهم حاجة تحطي شمع بالراحة خالص، وتبتدي تلزقي بسرعة، علشان خاطر البلاستيك دوت مش بيستحمل الشمع. عشان برضو ما تجيش تقوليلي ده انا جيت لزقت بمسدس الشمع البلاستيك اتطبق او ساح او كده. تلزقي بالراحة وبسرعة، وعلشان خاطر البلاستيك يفضل سليم معاكي وما يسحش. هي جميلة جدا، وهتبقى ان شاء الله عجبكم في الاخر. كده انا هخلص بقى من فوق ومن تحت كل الازايز بتاعتي، وهوريكي دلوقتي تبقى شكلها عامل ازاي. بجد بجد منظم، شكله جميل جدا وتحفة، ولونه جميل قوي، عجبني جدا. كده خلصت كل العلب معايا وعملتهم. بصي كمان، بصي يعني الغطا كمان محكم، مش سهل ان هو يتفتح ويتقفل. هحط فيه بقى الحاجة واوريها لك. كده معاكو بعد ما حطيت المكرونة والرز والحاجات بتاعتي. طبعا انتي استعمال زي ما انتي عايزة تحطي بقوليات، اللي عايزة تعمليها بأزايز صغيرة بأزايز كبيرة، اللي انتي محتاجاه او اللي انتي عايزاه. يا رب فكرتي تكون عجبتك وتقدري ان انتي تنفذيها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. متنسيش تقولي لي رأيك ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.